بعد نهاية العالم اتجمع البشر اللي باقيين وعاشوا في منطقة متحوطة بسور اسمها الأراضي الوعرة، اعتقادا منهم إن باقي أجزاء الأرض خلاص ما بقتش تصلح للحياة. وجوه الأراضي الوعرة اتقسم البشر لسبع مجموعات، كل مجموعة بيحكمهم قائد بيلقبوه بالبارون، وعلشان ما تحصلش حروب البارونات قسموا الأراضي والثروات ما بينهم. وجوه منطقة واحد من البارونات في الأراضي الوعرة بنشوف شخص على موتوسيكل اسمه صني، وده بنعرف إنه خارج يتتبع أثر مجموعة من قطاع الطرق لأنهم دخلوا أرض البارون بتاعه وكمان قتلوا العبيد الخاصين بيه. وبعد كام دقيقة بينجح صني فعلا إنه يوصل لقطاع الطرق، ودول بيبدأ يخلص عليهم واحد ورا التاني على الرغم من عددهم الكبير، لأن الموضوع بيبقى سهل جدا بالنسبة له. وبعد ما خلص عليهم بيلاقي عملات ذهبية خاصة بواحدة من البارونات اسمها الأرملة. المفاجأة إنه لما بيفتح الصندوق اللي كان مع قطاع الطريق بيلاقي فيه ولد من العبيد لسه عايش، فبياخد الولد ده معاه على طول وبيرجع بيه للحصن. هناك بنعرف ان كل بارون عنده جيش اسمهم المقتصين، وصاني ده هو المشرف على الجيش الخاص بالبارون بتاعه، واللي لما بيقابله بنعرف ان البارون ده اسمه كوين، وده بيبدأ يتكلم مع كل العبيد اللي هم خاطفينهم من كل مكان. بيقول انه هيدربهم لحد ما يبقوا من اقوى المقتصين في المنطقة، وبيضرب لهم مثال بصاني اللي جسمه مليان علامات ويعتبر اقوى مقتص، وبنفهم ان كل علامة مرسومة من دول بتمثل شخص هو قتله، واللي بنعرف انه لحد دلوقتي قتل حوالي 450 بأمر من كوين. وبعد ما كوين خلص كلامه صاني بيقول له على اللي حصل، وبنعرف ان الولد اللي انقذه ده اسمه ام كي، وبينضم لهم ابن كوين اللي اسمه رايدر يتكلم معاهم. وده لما بيعرف ان الارمله هجمت اراضيهم بيتعصب، وبيقول لابوه انهم لازم يخرجوا يهاجموها ويقتلوها حالا. لكن صاني بيعارض كلامه وبينصح كوين بالعكس، لان في اتفاق سلام ما بين البارونات، وده بينص ان لو اي بارون هجم على بارون تاني كل البارونات لازم يدافعوا عنه. فبيقتنع كوين بكلام صاني وبيقول انهم لازم يفكروا الاول. اما ام كي بيبقى داخل لقاعة التدريب بما انه خلاص بقى من رجالة كوين. هناك بيجي واحد من اللي بيتدربوا معاه يرخم عليه ويسرق سلسلته، فبيتعصب ام كي وبينزل فوقه ضرب، لكن صاني بيتدخل وبيبعدهم هما الاتنين عن بعض. الغريبة انه لما بياخد السلسلة من الولد اللي سرقها بيتفاجئ زي ما يكون شافها قبل كده، فبياخدها ويمشي، ورايدر بيبقى شايف كل اللي حصل. ولما بيرجع بيها صاني لأوضته بيفتكر شوية ذكريات وهو صغير، وبيطلع ان معاه بوصلة فيها نفس العلامة اللي على سلسلة ام كي. في اللحظة دي بيدخل رايدر وبيطلب منه يسلمه السلسلة، وبما انه لاحظ انه اتفاجئ لما شافها بيسأله اذا كان يعرف معناها، لكن صاني بينكر وبيخبي البوصلة اللي معاه. في نفس الليلة ام كي بيبقى رايح للحمام، هناك بيفاجئوا المتدرب اللي اتخانق معاه وبيهاجمه. اللي مش مفهوم ان ام كي اول ما بيتجرح عينيه بتتحول للون الاسود، وده مرة واحدة بيضرب المتدرب ده وبيتغلب عليه بكل سهولة. في اللحظة دي صاني بيبقى داخل للمكان بالصدفة وبيشوف قوته الغريبة، ولان ام كي اغمى عليه بعدها بياخدوا صاني لأوضته، ولما بيفوق بيسأله عن قوته لانه اول مرة يشوف حاجة زيها، وبيفهم ان ده اكيد السبب اللي خلى الارملة تأجر اشخاص يخطفوه. فبيقول له ام كي انه ما يعرفش اي حاجة عن قوته، كل اللي يعرفه انه من وهو صغير اول ما بيتجرح في قوة ظلامية بتسيطر عليه. ولما بيوريه صاني البوصلة بيقول له ام كي ان الرسمة دي تبقى وطنه اللي اسمه أزرا. هو اي نعم ما اتولدش هناك، لكن امه كانت بتحكي له عنه دايما، وبيطلب من صاني يديله السلسلة اللي اخدها لانها اخر ذكرى سابتها له امه. لكن صاني بيعرفه ان رايدر ابن كوين اخدها منه، وبينبه عليه برضه انه لازم يخبي قوته، لان لو كوين عرف بقوته دي هيستغله ومستحيل هيقدر يخرج من هنا. لكن على الرغم من تنبيه صاني الا ان ام كي ما بيسمعش كلامه، لانه بعد ما بيسيبه على طول بنشوفه داخل لفيلة كوين وبيتسحب لاوضه ابنه رايدر. المشكله انه بعد ما لقى السلسله بيلاقي رايدر واقف وراه، وده بيهجم عليه يمسكه وبياخد منه السلسله تاني، وبتدخل عليهم مرات كوين وام رايدر اللي اسمها ليديا، واللي لما بتشوف السلسله بتتفاجئ برضه زي صاني. وبما ان ام كي حاول يسرقهم بيحبسوا رايدر علشان يعدموه الصبح، لكن بعد ما صاني عرف اللي حصل بيروح على طول لام كي، وده بيقرر يساعده لانه فكره بنفسه وهو صغير كان زيه وصل لهنا كعبد وكان معاه البوصله اللي عليها نفس الرسمه، علشان كده بيخرج سيفه وبيكسر السلاسل وبيحرره، وبياخده لفتحة نفق بيقول له انها هتخرجه بره الحصن، بس بينبه عليه انه لازم يبعد بسرعة على قد ما يقدر، لانهم اول ما هيكتشفوا انه هرب هيبدأوا مطاردته. فبيسمع ام كي كلامه وبيهرب بسرعة، وخلال دقايق بيكون خارج من نهاية النفق بعيد عن الحصن. تاني يوم من هروبه بيوصل لمجموعة أحجار عليها علامة فراشة، واضح كده إن دي بداية منطقة خاصة ببارون تاني.
وفجأة وهو مستخبي ورا شجرة بتيجي بنت من وراه تمسكه، ودي لما بتعرف انه مش تبع اي بارون ما بترضاش تقتله، لا وكمان بتديله اكل، وبنعرف ان اسمها تيلدا. وخلال ما هما الاتنين بيتكلموا بيسمعوا صوت رجالة كوين بيقربوا، فبتاخدوا تيلدا معاها وبيدخلوا لمنطقة البارون اللي هي تبعه. ولما بيوصل صاني مع الجنود لحدود المنطقة دي بيوقفهم، ومن كلامه بنعرف ان دي حدود منطقة الأرملة اللي عندهم مشاكل معاها. علشان كده صاني بيدي امر للجنود انهم يرجعوا، لان دخولهم لمنطقتها بالعدد ده من الجنود يعتبر اعلان للحرب. وجوه منطقة الأرملة بنرجع لإم كي مع تيلدا بعد ما أنقذته. طبعا إم كي بيتصدم أول ما بيوصل لبيت البارون، لأنه بيعرف إنها الأرملة اللي كانت مأجرة أشخاص يخطفوه. حتى هي كمان لما بتشوفه بتشك إن هو الولد اللي كانت بتدور عليه. اما صاني بعد ما رجع للحصن بيلاقي كوين جاي يتكلم معاه، وده بيقول له انه هيخرج معاه حالا لانه رايح للدكتور. وبنعرف من كلامهم ان كوين عنده صداع مستمر بقاله فتره. ولما بيوصلوا لبيت الدكتور بتستقبلهم مراته اللي اسمها هانا. هناك بيدخل كوين لاوضه الدكتور اللي اسمه فيرنن يكشف عليه، وخلال ما هو مع الدكتور هانا بتتكلم مع صاني، وبنفهم من كلامها ان صاني متجوز بنتها اللي اسمها فيل، بس ده طبعا من غير ما يعرف البارون، لان المختصين ممنوع انهم يكونوا عيله. المشكله الاكبر كمان لصاني ان فيل حامل وكلها كام شهر وهتولد. وجوه الاوضه فيرنن بيكون عمل اشعه لدماغ كوين، واللي منها بيعرفه ان عنده تورم جوه مخه، وبيصدمه لما بيقول له ان قبل السنه دي ما تعدي التورم هيكون اتسبب في موته. ولان فيرنن خايف منه بيوعده انه مش هيعرف اي حد، فبيخرج كوين وهو متعصب بعد ما عرف الخبر. وعلى الرغم من وعد فيرنن الا انه بيأمر صاني انه يقتله هو ومراته، بس لان صاني متجوز بنتهم ده بيكون اول امر يرفضه. ساعتها كوين بياخد منه السيف وبيدخل يخلص عليهم بنفسه. كل ده وصاني واقف مكانه ومش قادر يمنعه. وبعد ما كوين قتلهم بيخرج يحذر صاني من انه يرفض اي امر تاني. وبنرجع لمنطقة الأرملة وهي بتتكلم مع تيلدا، بتقول لها إن الولد اللي هي جابته ده عنده قوة ظلامية رهيبة، قوة بتظهر بس لما يتجرح لأنه مش بيقدر يتحكم فيها. علشان كده بتديها سلاح وبتكلفها إنها تختبره، لأنه لو طلع فعلا الولد اللي بيدوروا عليه هيساعدهم يكسبوا أي حرب يدخلوها. وعلى طول بيدخلوا هما الاتنين للبيت، والأرملة بتجيب إم كي تتكلم معاه، وبتقول له إن هو وتيلدا هيتدربوا مع بعض حالا. وبعد ما فضوا المكان بتبدأ تيلدا تهاجمه، لكن قبل ما تجرحه ام كي بيطلب منها توقف اللي هي بتعمله، وبيقول لها تساعده يهرب لانه بيدور على وطنه وامه. ولان تيلدا متعاطفه معاه بتقرر انها تساعده. علشان كده بتجرح ايدها هي وبتحط دم على وشه، وبتخليه يصرخ كانه اتجرح بحيث الارمله تشوفه. وفعلا بتنجح خطتها، وبتتاكد الارمله ان مش هو ده الولد اللي بتدور عليه. في نفس الليلة بيروح صاني يقابل فيل، واللي بتبقى منهارة لأنها عرفت بخبر موت أبوها وأمها. فبيعتذر لها صاني وبيقول لها إن كوين اتجنن وهو اللي قتلهم بنفسه، وبيقول لها برضه إنه بيعتقد إن كوين بيموت وأبوها كان عارف سره، علشان كده قتله هو وأمها قبل ما يقولوا لأي حد. وفي البيت عند الأرملة بنشوفها بتتكلم مع واحد من جنودها، وده بتطلب منه ياخد ام كي معاهم بما انها خلاص ما بقتش محتاجاه. تاني يوم جوه الحصن كوين بيستدعي صاني، وبيقول له هو وابنه رايدر ان جالهم معلومات عن مخزن من مخازن الأرملة، وبما انها بتقتحم اراضيهم لازم يردوا عليها. فبينفذ صاني الأوامر وبيروح يستكشف المكان مع رايدر الأول، لكن لما بيدخلوا للمكان بيلاقوا الصناديق فاضية تماما، وبيطلع إن المعلومات اللي جات لهم دي كانت فخة أصلا من الأرملة، واللي بتبقى مالية المكان برجالتها علشان تخلص من إيد كوين اليمين وابنه مرة واحدة. وفعلا بيبدأوا برايدر وبينجحوا إنهم يشنقوه، بس على الرغم من عددهم الكبير إلا إنهم بيبقوا خايفين من صاني، لأنه معروف في الأراضي الوعرة إنه أقوى وأخطر مقتص. وخلال ثواني بينجح صاني بمهارته إنه يخلص على نصهم، وبيفضل مكمل قتل فيهم لحد ما بيوصل لرايدر وينقذه. ومن غير ما صاني ياخد باله بيجي قائد الجنود من وراه يخنقه، لكن فجأة بيجي حد من وراهم وبيخلص عليه، وبيطلع ان ام كي اللي جابوه معاهم هو اللي ساعد صاني، واللي بيطلب المساعدة من صاني بعدها، وبيقول له انه مش قادر يخرج من الاراضي الوعرة لوحده. فبيقول له صاني انه ممكن يدربه ويخليه يقدر يعتمد على نفسه، بس بشرط انه ياخد معاه مراته فيل وهو بيهرب. فبيوافق ام كي وبيتفقوا هما الاتنين على كده. ولما بيرجع صاني للحصن رايدر بيبقى لسه مغمى عليه وحالته خطر، فبيعرف صاني كوين ان الارمله كانت عامله لهم كمين، وبيقول له برضه ان ام كي ساعدهم وهو السبب انهم يهربوا. علشان كده بيطلب منه ما يقتلوش ويخليه ينضم لرجالتهم. وبيستغرب كوين لان صاني اول مره يعرض ان ده يكون المتدرب الخاص بيه وخليفته بعد كده. وبعد ما حلف ام كي بالولاء لكوين بيوافق على طلب صاني.
وبسبب اللي رجالة الأرملة عملوه كوين بيجمع جيشه وبيبدأ الحرب. من غير تفاهم بيدخل لمنطقة الأرملة وبيدي أمر بقتل كل اللي هناك، وعلى عكس أوامر صاني للمتدربين إنهم ما يتدخلوش، MK بيدخل لبيت الأرملة وبيطلع إنه داخل يدور على كتاب معين شافه بالصدفة على مكتبها، كتاب عليه نفس الرسمة اللي موجودة في السلسلة بتاعته، وده بعد ما لقاه بياخده وبيخرج على بره بسرعة. في الوقت ده كوين بيكون وصل للأرملة وبيحاول يقتلها، وبيبقى واضح جدا فرق القوة اللي ما بينهم وتفوق كوين عليها. بس لحسن حظ الأرملة إن الصداع بيجي لكوين قبل ثانية من قتلها، لكن قبل ما هي كمان تستغل الفرصة وتقتله بيوصل لهم صاني. ساعتها بتضطر الأرملة إنها تهرب لأنها خسرت كل جنودها، وبسبب تعب كوين صاني بياخده وبيجمع كل الجنود وبيرجعوا للحصن. هناك MK بيوريه الكتاب وبيعرفه انه سرقه من على مكتب الأرملة، بس ما قدرش يقرأ فيه أي كلمة لأنه بلغة أزرا القديمة، فبياخد منه صاني الكتاب وبيخبيه بسرعة قبل ما أي حد يشوفه، وعلى حسب اتفاقهم بياخده علشان يبدأ تدريبه. أول حاجة بيخليه يقابل شخص على كرسي متحرك اسمه والدو، وده بنعرف انه كان المختص الخاص بكوين قبل صاني، وهو نفسه اللي درب صاني قبل إصابته وخلاه يوصل لمستواه دلوقتي. وكأول اختبار لMK بيطلب منه صاني انه يهاجم والدو، واللي على الرغم من إعاقته بيقدر انه يتغلب عليه بسهولة، ودي بتبقى زي نصيحة لMK انه ما يقللش من خصمه مهما كان. في الناحية التانية جوه منطقة كوين بنشوف واحدة اسمها جيد داخلة تتكلم مع فيل، وبيطلع ان جيد دي تبقى مرات كوين التانية، بس لان ليديا مراته الاولى فجيد ملهاش تحكم في اي حاجة، علشان كده جيد بتبقى عاوزة تكسب ثقة ليديا وتقرب منها، والطريقة لكده دلوقتي بتبقى هي انها تساعد في علاج رايدر. وبما ان فيل الدكتورة الوحيدة عندهم حاليا بتطلب مساعدتها، ولان فيل تعرف جيد من زمان بتضطر انها توافق، فبتروح معاها على طول على الحصن وبتبدأ انها تكشف على رايدر وتعالجه. وبعد دقايق بتنتهي فيل وبتنجح انها تخلي حالته تستقر، وبالصدفة بيشوفها كوين وبيدخل يتكلم معاها، بيشكرها انها عالجت ابنه وبيعزيها في موت اهلها، لا وبيوعدها انه هيوصل للي قتلهم وهيخلص عليه، وبيطلع انه عارف كمان انها متجوزة صاني من وراه، بس بيقول انه معدي الموضوع بمزاجه لان صاني دراعه اليمين. في نفس الوقت بنشوف الأرملة مع تيلدا وكل اللي باقيين معاها بتبقى واخداهم لمخبأ جديد لحد ما تحط خطة ويشوفوا هيتحركوا ازاي. وبعد ما عرف صاني ان فيل بتعالج رايدر بيروح يقابلها، وبيبقى واخد معاه MK علشان يقول لها على الخطة، لكن فيل وهي بتعالجه بتعرفه ان كوين عارف كل حاجة عنهم، معنى كده انهم لازم ياخدوا بالهم لانه مراقب كل تحركاتهم. وبعد ما خلصوا كلامهم صاني بيرجع للحصن، هناك كوين بيستدعيه وبيقول له ان جاله رسالة تحذير من باقي البارونات، واللي شايفين ان هجومه على ارض الأرملة ضد الاتفاق اللي ما بينهم. وبيطلع ان كوين استغل الفرصة واستولى كمان على حقول البترول اللي في ارض الأرملة، وبسبب كل اللي عمله ده كوين بيبقى عارف انهم في المحاكمة هيحكموا عليه بالاعدام، علشان كده بيقول انه لازم يتحالف مع كام بارون يقفوا معاه، واقل بارون بيكرهوا فيهم هو بارون اسمه جيكوبي، وده بنعرف انه خلاص بعت له رسالة واتفق معاه انهم يتقابلوا. المشكلة ان MK بيبقى مصمم برضه انه يتصرف من نفسه، لانه على عكس اوامر صاني بيدخل يسرق الكتاب من اوضته، بعدها بيروح لعيادة فيل من نفس النفق اللي هرب منه اول مرة، بما انه عارف انها دكتورة ومتعلمة بيبقى عاوزها تقرا له الكتاب، لكن برضه فيل لما بتفتح الكتاب ما بتتعرفش على اللغة اللي فيه. الكارثة ان كوين بيدخل للمكان في نفس اللحظة، وده بيشكر فيل لتاني مرة لان رايدر فاق وتحسن جدا. المشكلة انه بعد ما عرف انها دكتورة شاطرة بيقرر انها تبقى خاصة بيه، بيطلب منها تعالج الورم اللي في مخه زي ما عالجت ابنه، كل ده وMK مستخبي وسامع كلامه، ولان فيل مضطرة بتوافق وبتروح معاه للحصن تكشف عليه، وعلى عكس كلام ابوها بتقوله ان في طريقة واحدة احتمال تجيب معاه نتيجة، والطريقة دي هي عشبة فيها مواد كيميائية ممكن تقلل الورم، ومع استخدامها لفترة مناسبة ممكن تخفي الورم تماما. بس على الرغم من كده واضح ان كوين قلقان منها ومش واثق في كلامها. تاني يوم بنشوف صاني واخد MK وخارج من الحصن، ودول لما بيبعدوا مسافة كويسة صاني بيقول له ان ده الجزء التاني من تدريبه، ومرة واحدة بيخرج سيفه وبيجرحه، وبيقول له يحاول يتحكم في قوته ويسيطر على نفسه، لكن الصدمة ان MK بيضربه ضربة واحدة يطيره وبيخليه يغمى عليه، ولان استخدام القوة دي بيضعفه بيغمى عليه هو كمان. وبعد كام ساعة بيفوق صاني وبيلاقي MK مرمي على الارض جنبه، ولان التدريب فشل بيفوقوا علشان يرجعوا تاني للحصن. وفي مكان على حدود منطقة كوين بنشوف ابنه رايدر بيقابل أشخاص تبع بارون تاني، وبيطلع إن القائدة دي اسمها زايفر وهي الإيد اليمين للبارون اللي اسمه جيكوبي. المفاجأة إن رايدر بيبقى جاي يتفق معاهم من ورا أبوه، بما إن أبوه بيسمع لصاني وبيثق فيه أكتر منه بيبقى عاوز يقتله ويبقى هو البارون.
وجوه الحصن صاني لما بيرجع بيروح يتكلم مع والدو، بما ان الحرب بتقرب وبقى خايف على مراته اكتر وحاسس انه ممكن ما يلحقش يدرب ام كي بالشكل الكافي. علشان كده بيسأل والدو اذا كان في اي طريق يخرج بيه من الاراضي الوعرة، فبيقول له والدو انه كل الكلام عن الحياة بره الاراضي الوعرة مجرد اشاعات، لكن على الرغم من كده بيوافق انه يساعده، وبيقول له ان الوحيد اللي يقدر يخرجه بره الاراضي هو شخص بيقولوا عليه ملك النهر، وبيدي لصاني زي لعبة بلاستيك محتفظ بيها، ودي بتطلع تذكرة مهمة جدا من ملك النهر نفسه، واللي كان اداها لوالدو قبل كده لانه انقذ حياته. وبما ان والدو مش ناوي يخرج من الاراضي الوعرة اساسا بيديها لصاني، وبيقول له ان دي هتوفر له مجرد مقابلة وهتخليه يقدر يتكلم مع ملك النهر، وهو عليه بقى بذكائه انه يتصرف معاه ويقنعه انه يهربه في واحدة من سفنه. وبعد ما خلصوا كلامهم صاني بيروح يجمع المتدربين، ودول بيختار منهم 6 علشان مقابلة جيكوبي، لكنه بيرفض انه يختار ام كي لانه لسه مش مستعد، وعلى طول بيخرج صاني مع الفريق اللي جمعه كحراسة لكوين. وكالعادة على عكس اوامر صاني بيلاقي ام كي مشي وراهم لمكان المقابلة، فبيقول له يراقب المكان من بعيد وبينبه عليه ما يتدخلش نهائي. بعدها بيكملوا طريقهم وبيروحوا يقابلوا زايفر، وبعد ما اتأكد الطرفين ان المكان امان كوين وجيكوبي بيتقابلوا، ولان كوين عاوز مساعدة جيكوبي بيعرض عليه نصيب من حقول البترول اللي استولى عليها، وفي المقابل بيطلب منه يقف معاه في التصويت اللي هيحصل في اجتماع البارونات. لكن فجأة وام كي بيراقب المكان بيلاقي تلدا قدامه، فبيحذر الفريقين بسرعة لانها ناوية تتسبب في حرب ما بينهم، وبتنجح فعلا في كده لان السلاح اللي هي رمته من اسلحة جيكوبي وبيبدأ الاتنين يهاجموا بعض. اما ام كي بيطارد تلدا وبيقدر انه يوقفها، ودي بيلومها وبيقول لها ان اللي هي عملته ده هيتسبب في حرب، فبتبدأ تلدا تهاجمه وبترميه بواحدة من اسلحتها وهي بتجري، ولسوء الحظ انها بتجرحه وبتخلي قوة الظلام تسيطر عليه، فبيقوم ام كي هاجمها وهدفه كله انه يقتلها، بس لما بتنادي عليه تلدا باسمه بيقف في اخر لحظة، غالبا بيفتكر انها ساعدته قبل كده وما بيرضاش يقتلها وبيرجع لطبيعته. وعلى ما بيوصل له صاني بيلاقيه مغمى عليه، فبترمي عليه تلدا واحدة من اسلحتها وبتهرب، وعلشان صاني يوقف الحرب دي بيستغل السلاح اللي هي رمته، وده بيديه لزايفر علشان يثبت ان الارملة هي اللي ورا كل اللي بيحصل. ساعتها جيكوب بيقول لكوين يخلص منها نهائي، وبيوعده انه لو ده حصل هيقف معاه وهيقنع باقي البارونات بكده. وبعد ما الحرب دي انتهت بيرجع كوين مع رجالته اللي باقيين للحصن، لكن صاني بيلاحظ ان كل المزارعين والحراس اختفوا، الصدمة انهم بيلاقوهم مقتولين باسلحة الارملة، فبيفهموا انها استغلت خروجهم من الحصن وهجمت عليهم، بس على ما بيدخلوا للحصن ما بيلاقوش ولا اي جندي تبعها. وواحدة من اللي شغالين عند كوين بتحكي لهم اللي حصل، بتقول لهم ان الارملة والبنات اللي معاها قتلوا كل الجنود، وعرضت على المزارعين والعبيد حياة افضل لو انضموا لها، بتحاول يعني باي طريقة انها تدمر كوين. علشان كده كوين بيقول لصاني ان مهمته الوحيدة دلوقتي هي قتل الارملة. وجوه واحد من مخابئ جيكوبي رايدر بيبقى بيقابل زايفر، واللي بيطلع انها انضمت للارملة هي كمان وشغالة لحسابها، ولان الارملة عارفة ان رايدر عاوز يخون ابوه بتعرض عليه انهم يتحالفوا. حتى زايفر بيطلع انها هتخون جيكوبي وهتاخد مكانه. من الاخر الارملة بتخطط لانقلاب علشان تخلص من كل اعدائها، وفي نفس الوقت تكون تحالفات وجيش هيكبر. واول حاجة بتطلبها من رايدر هي انه يدور على ولد لابس سلسلة عليها رمز ازرق. طبعا رايدر اول ما بيشوف الرمز بيعرف على طول انه ام كي اللي بيدربه صاني. وعلى حدود الاراضي الوعرة بنشوف صاني رايح يقابل ملك النهر، وبسبب القطعة اللي اداها له والدو بيقدر يقابله فعلا، وده بيقول له صاني انه عاوز مساعدته في الخروج من الاراضي الوعرة، فبيوافق ملك النهر، لكن بيقول له ان هيبقى في مقابل، وبياخدوا الواحدة من سفنه وبيقول له انها كانت بتنقل حوالي 30 عبد، بس لما السفينة وصلت للمينا اتصدموا ان في مجزرة حصلت عليها. كل العبيد كانوا ميتين بطريقة وحشية ما عدا واحدة بس كانت بين الحياة والموت، ودي قدروا منها انهم يتعرفوا على السفاح اللي عمل المجزرة دي قبل ما تموت هي كمان. الصدمة انه بيوريه صورة لام كي وبيقول له انه هو السفاح، علشان كده بيطلب منه يقتله ويجيب له راسه دليل انه قتله. ساعتها بس هيوفر له وسيلة يخرج بيها هو واي حد معاه لاي مكان هو عاوزه. فبيرجع صاني للحصن وهو مش عارف يتصرف ازاي، حتى ام كي بيلاحظ انه متغير او بيفكر في حاجة، لكن صاني ما بيعرفوش بمقابلته لملك النهر وبيقول له يجهز، وده لان كوين امر انهم يخرجوا يدوروا على الارملة.
في الوقت ده الأرملة بتبقى بتجهز جيشها الجديد، بتتكلم مع كل العبيد اللي حررتهم من عند كوين والبارونات التانيين، وبتقول لهم ان في منطقتها مفيش حاجة اسمها عبيد، وانها بتحارب كل البارونات علشان تغير القوانين وتوفر لهم عالم احسن يعيشوا فيه، وعلشان تثبت لهم حسن نيتها بتقول لهم انهم احرار، يعني اللي عاوز ينضم لها يفضل واللي عاوز يمشي مش هتقتله. اما كوين جوه الحصن فيل بتبقى بدأت علاجه، بتوصل له شويه محاليل خلطت فيها النبته اللي قالت له عليها. في اللحظه دي كوين بيقول لها انه عارف انها عاوزه تقتله، وبيطلع عارف اصلا ان صاني قال لها ان هو اللي قتل اهلها، بس لان فيل ما تقدرش تاذيه حاليا بتكمل علاجه، يمكن تيجي لها فرصه تانية قبل ما يهربوا وتقدر تقتله وقتها. وبعد ما رايدر اتفق مع الأرملة بنشوفه رايح يقابل شخص في الغابة اسمه بنرس، ومن كلامه بنفهم ان الشخص ده يبقى جده أبو ليديا، وهو قائد زي مجموعة دينية محايدة ملهاش علاقة بأي حرب. ولأن رايدر عاوز يعرف سبب اهتمام الأرملة بإم كي بيوريه السلسلة، وبيسأله إذا كان يعرف أي حاجة عنها، فبيقول له بنرس إن العلامة دي علامة وطن اسمه أزرا. المفاجأة إنه بيقول له إن قصة أزرا دي كلها قصة خيالية، والبارونات كانوا بيقولوها للأطفال اللي بيخطفوهم ويقنعوهم إنهم من هناك، ويقنعوهم برضو إنها اتدمرت وإن مبقاش ليهم مكان غير الأراضي الوعرة، بحيث يقدروا يسيطروا عليهم وما يخلوهمش يهربوا. وبعد ما رايدر عرف اللي هو عايزه بيسيب المكان ويمشي، لكن بيطلع إن كل كلام بنرس عن أزرا كان كده، لأن بمجرد ما رايدر بيمشي بيقول لواحد من أتباعه يروح للدير ويبلغهم إن في شخص ظلامي في الحصن عند كوين. في نفس الليلة جوه الغابة صاني بيبقى خارج مع ام كي وجنديين كمان، زي ما كوين امره بيبقى بيدور على اي اثر للارملة، وبيطلع ان تيلدا عرفت مكانهم وبتراقبهم، وبسبب اللي حصل في المفاوضات بتنادي على ام كي وهو في الحراسة. في الاول بتعتذر له وبتقول له انه لازم يخرج من الاراضي الوعرة بسرعة، وبتعرفه ان الارملة مهتمة بيه جدا وبتحاول توصل له باي طريقة، بس لانها متعاطفة معاه ما قالت لهاش اي حاجة عن قوته. ومرة واحدة وهم بيتكلموا بيجي صاني من وراهم، وده بيضرب تيلدا وبيقدر يكتفها قبل ما تهرب، لكن من كلام ام كي بيعرف ان تيلدا كانت جايه تحذره، وبيفهم برضه ان ام كي غالبا معجب بيها لانه قدر يسيطر على قوته قبل كده بسببها ومرضيش يقتلها، بس لان الجنود اللي معاهم خلاص شافوها صاني ما بيقدرش يحررها. تاني يوم الصبح الأرملة وهي ماشية مع جنودها بيلاقوا سيف من جنود كوين، وصاني بيبقى سايب لها حتة قماش من هدوم تيلدا علشان يعرفها انهم مسكوها، وفعلا بتنجح خطته وبتقرر الأرملة انها تروح تنقذ تيلدا، وده لانها دراعها اليمين وبتعتبرها زي بنتها. في الوقت ده جوه الحصن جيد بتبقى داخله باكل لكوين، ومره واحده وهما بيتكلموا بتتعب وبتقع على الارض. اما في الحبس صاني بيبقى بيستعد علشان يعذب تيلدا على حسب اوامر كوين، لكن فجاه بتوصل الارمله وبتبدا تهاجمهم، وبما ان صاني مشغول معاها ام كي بيقرر يساعد تيلدا، بس للاسف بيجي المتدرب التاني من وراه وبيضربه، وده بعد ما خلاه يغمى عليه بيبدا يهاجم تيلدا هي كمان، وعلشان ام كي ما يحاولش يوقفه بيقفل عليه الزنزانه. بعدها بيضرب تيلدا وبيتغلب عليها وبيبقى على وشك انه يقتلها، ولان مفيش حل تاني قدام ام كي بيخرج سلاحه وبيجرح نفسه. الغريبه انه المره دي بيستخدم قوته بشكل مختلف وبيقتل المتدرب في اخر لحظه. طبعا الارمله لما بتشوفه بتتاكد ان هو الولد اللي بتدور عليه، ولانها مصابه تيلدا بتستغل الموقف وبتاخدها ويهربوا. اما صاني بيفضل مع ام كي لحد ما بتنتهي قوته وبيقع على الارض، وعلى ما بيخرج يجري ورا تيلدا والارمله بيكونوا هربوا. الكارثه الاكبر بقى ان كوين كان مستخبي معاهم في المكان وشاف كل اللي حصل. تاني يوم بنشوف صاني رايح يقابل ملك النهر مرة تانية، وبيطلع انه قرر يستغل قتل ام كي للمتدرب التاني، واللي بيقدم راسه لملك النهر وبيقنعه ان هو ده الولد اللي كان بيدور عليه. وبما ان الاتنين تقريبا نفس السن وشكل الشعر ملك النهر بيصدقه، وبيقول له يجهز النهارده لان في سفينة هتخرج من الاراضي الوعرة. فبيروح صاني على طول بعد ما بيسيبه يعرف فيل، لكن فيل بتصدمه لما بتقول له انها دلوقتي بتعالج كوين ولازم تروح للحصن حالا وتفضل لبالليل والا كوين هيأذيهم. لكن صاني بيقول لها تتجاهل كوين تماما، وهو هيجيب لها ام كي يفضل معاها يحرسها لحد ما يجي ميعاد هروبهم. في الناحية التانية بنروح لواحد من رجالة بنرس، واللي بيبقى وصل للدير على حسب الأوامر علشان يوصل الرسالة. هناك بيقابل 3 رهبان شكلهم غريب، ودول بيعرفهم إن في شخص ظلامي جوه منطقة البارون كوين. وجوه الحصن بنرجع لليديا وهي بتعالج جيد، بما انها ساعدت في علاج ابنها بترد لها هي كمان الجميل. لكن فجأة بيدخل لهم كوين وبيقول ان في حد سمم جيد،
وبيخرج علبة من معاه تخص ليديا فيها نبتة سامة، وبيتهمها ان هي اللي سممتها علشان تخلص منها، وبناء على كده بيؤمر بطردها من الحصن تماما. غالبا جيد هي اللي مرتبة كل ده علشان تخلص من ليديا. بعدها بيروح كوين يتكلم مع ابنه رايدر عن اللي شافه في الحبس، فبيقول له رايدر ان الأرملة دخلت لهم من الأنفاق، والشخص الوحيد اللي معاه مفاتيح الأنفاق دي هو صاني. ولأن صاني خبى موضوع MK عن كوين بيبدأ يشك فيه أكتر، علشان كده بيؤمر رايدر بقفل كل مخارج الحصن، وبيخليه كمان يستدعي صاني علشان يقابله حالا. وبيتفاجئ صاني أول ما بيجي يتكلم معاه لأنه بيلاقي الجنود بيحاصروه. طبعا صاني يقدر يخلص عليهم كلهم عادي، بس لأنه هو اللي رباهم ودربهم ما بيبقاش عاوز يقتلهم، علشان كده بيسلم نفسه وبيسمح لهم إنهم يسجنوه. وبعد ما كوين شاف قوة MK بيعامله بطريقة مختلفة وبيحاول يقرب منه. اما ليديا اللي انطردت من الحصن بتروح للمكان اللي فيه ابوها، ودي لما بتترجاه بيسمح لها انها ترجع لجماعته تاني، بس بشرط انها ما ترجعش لكوين ولا يبقى ليها اي علاقة بالبارونات. وبعد حبس صاني كوين بيجيب MK يتكلم معاه، وده بيقول له انه عارف كل حاجة عن قوته، وبيطلب منه ينضم له وهو هيخليه ايده اليمين واقوى مقتص في الاراضي الوعرة. حتى انه بيوعده انهم لما يخلصوا على الارمله مش هيأذي تيلدا، بما انه شاف اللي حصل في الحبس يعني وعرف انه معجب بيها. فبيوافق MK انه ينضم له بس بشرط واحد، والشرط ده هو انه يحرر صاني ويسمح له يخرج من الاراضي الوعره مع فيل. فبيوافق كوين هو كمان وبيقول له انهم لازم يخرجوا يحتفلوا. المفاجاه ان رايدر بيطلع سمع كلامهم هما الاتنين، وده على طول بيروح يقابل زايفر وبيعرفها ان ابوها يخرج من الحصن الليله، وبيقول ان دي هتبقى انسب فرصه لقتله لان هيبقى معاه متدرب واحد بس. وبعد كام ساعه جوه السجن والدو اول ما بيعرف الاخبار بيروح لصاني، وخلال ثواني بيقتل الحارس اللي واقف على زنزانته، وبسرعه بياخد منه المفاتيح وبيحرر صاني. وده بيقول له يخرج من هنا يدور على مراته ويروح فورا لملك النهر. وبيطلع ان والدو عارف ان في خيانه هتحصل والامور هتتغير الليله. المفاجاه انه بيطلع كمان اتحالف مع الارمله لانه اقتنع بكلامها، وزي ما اتفق كوين مع MK بنشوفهم خارجين من الحصن لوحدهم. وفجاه اول ما بيوصلوا لواحده من الحانات بيلاقوا قدامهم جيكوبي ومعاه زايفر. الصدمه الاكبر بالنسبه لكوين ان ابنه رايدر بيكون معاهم، وبما ان كوين عارف قوة MK بيقرر يختبرها، علشان كده بيخرج سلاحه وبيجرحه قدامهم، وفعلا بيبدأ MK يهاجمهم ويتغلب عليهم بكل سهولة. وعلى عكس نصيحة والدو بيجي صاني للمكان اللي قال له ان هيكون فيه الفخ، ومن غير تفاهم بيطعن كوين وبيسيبه على الارض غرقان في دمه. بعدها بيحاول باي طريقة يوقف MK، لكن MK بيضربه وبيرميه على الارض. في اللحظة دي بيوصل للمكان الثلاث رهبان اللي شفناهم قبل كده، ودول مرة واحدة بيهاجموا MK بحركات وقوة غريبة، وفي ثانية بيكونوا مرجعينه لطبيعته ومسيطرين عليه. بس قبل ما ياخدوه يمشوا صاني بيحاول يوقفهم. في الاول صاني نوعا ما بيبقى قادر انه يهزمهم هما الثلاثة، لكن الكارثة ان الثلاث رهبان بيطلع جواهم قوة ظلامية زي MK، بس على عكس MK بيقدروا انهم يتحكموا فيها، وللاسف بمساعدة القوة دي بيهجموا على صاني وبيدمروه تماما. بعدها بياخدوا MK معاهم وما نعرفش لسه هما ناويين يعملوا ايه معاه. وبعد ما كل حاجة انتهت وفيل عرفت اللي بيحصل بتيجي للمكان، لكن الغريب انها ما بتلاقيش صاني، مجرد بتلاقي سيفه مكسور. الاغرب اننا بنشوف صاني تاني يوم على واحدة من سفن ملك النهر، واللي بيطلع اكتشف ان صاني كذب عليه، علشان كده قرر يعاقبه ويبيعه لواحد من اللي بيجمعوا عبيد للمناجم. وفعلا زي ما ملك النهر قال له بيسلموا لتاجر عبيد. وبيعدي 6 شهور وبنشوف صاني متكتف مع اشخاص زيه ومتجهين ناحيه المناجم. اما المفاجاه اننا بنشوف MK بيتدرب مع اشخاص زيه برضه، اشخاص عندهم قوه ظلاميه وما بيقدروش يتحكموا فيها. وبيطلع ان الرهبان جابوه هنا علشان ينضم لهم ويتعلم السيطره على قوته. وبنعرف ان البنت اللي MK بيتدرب معاها دي اسمها ايفا. وبنرجع للمنجم وصاني بيصحى من النوم للشغل، وبنعرف ان كل واحد من العمال بيبقى مربوط في رجله عامل تاني، والعامل اللي مربوط مع صاني اسمه بادجي. وده اول حاجة صاني بيسألها له قبل ما يشتغلوا اذا كان يعرف اي طريق للهروب. وجوه المعبد بنشوف MK بيتسحب كعادته في المكان، بيبقى عاوز يعرف سر قوته والرهبان دول بيدربوه لايه بالظبط. وبالصدفة لما بيدخل لأوضة بيلاقي هناك بوصلة زي اللي كانت مع صاني، وفجأة بتظهر واحدة من جنبه بنعرف انها قائدة الرهبان او المعلمة. ودي بيقعد MK يتكلم معاها لانه اول مرة يقابلها، وبيقول لها انه لازم يخرج من هنا لان في اشخاص مستنيين مساعدته. بيبقى قصده على صاني ومراته فيل وكمان تيلدا، علشان كده بيطلب منها تعلمه يسيطر بسرعة على قوته. لكن المعلمة بترفض وبتخلي واحد من الرهبان يجي ياخده لأوضته. وبنروح للأراضي الوعرة وبنعرف ان كل حاجة دلوقتي اتغيرت.
بعد موت كوين ابنه رايدر مسك مكانه حسب الخطة، وزي تصرفات ابوه لغى اي اتفاق ليه مع الارملة، لا وكمان فضل مسيطر على حقول البترول الخاصة بيها. المفاجأة الاكبر ان جيد بتبقى مراته دلوقتي، وبيطلع ان كل اللي كانت بتعمله في الاول كان علشان تساعده في خطته. وخلال ما رايدر بيتكلم مع جنوده بنشوف تيلدا والارملة بيراقبوهم، ودول مرة واحدة بيهاجموا رايدر وبيفجروا المكان، وبتبدأ الارملة بجنودها انها تسيطر على حقول البترول مرة تانية. واضح انها خلال الفترة اللي فاتت كونت جيش اقوى من الاول، ولان الحراس هربوا رايدر الارملة بتطارد جيد، ودي لما بتوصل لها بتخلص على كل الحراس اللي معاها، بس بتسيبها هي عايشة وبتقول لها توصل رسالة لرايدر، والرسالة دي هي انه ما يقربش من حقول البترول تاني، ده لو مش عاوز يموت. وبنروح لصاني وهو لسه شغال في المنجم مع بادجي، ولانه سأل عن طريق للهروب بادجي بيديله خريطة رسمها للمكان. بما انه هنا بقاله فترة كبيرة بيبقى حافظ كل الاماكن، بس لان صاني رافض انه يهربه معاه بادجي بيتضايق، علشان كده بيقرر يخونه وبيروح يتكلم مع صاحب المنجم، وده بيقول له انه عارف شخص من العبيد عاوز يهرب، وبيعرض عليه انه في مقابل انه يقول له على اسمه يديله حريته ويخرجه من هنا. فبيوافق الشخص ده وبيعرف منه كل حاجة، وبسبب بادجي بينزل صاحب المنجم مع حراسه يدوروا على صاني، وبيطلع ان بادجي عرفه كمان ان صاني مقتص، علشان كده صاحب المنجم بيقول له يوقف شغل لان ليه مهمة تانية، والمهمة دي هي انه هيدخل في قتال مع اقوى واحد من حراسه. بس قبل ما نكمل مع صاني ونعرف اللي هيحصل بنروح لمكان تاني، ولأول مرة بعد فترة كبيرة بنشوف فيل، واللي في نفس الوقت بيكون ميعاد ولادة ابنها. الصدمة بقى اننا بنشوف كوين قدامها لسه عايش وهو اللي واخد باله منها، بس لسه مش واضح هو نجا ازاي وايه اللي جمعهم مع بعض. وبنرجع لصاني وصاحب المنجم بيخليه يستعد للقتال اللي هيحصل، وبيتفاجئ بادجي لان الحراس بيكلبشوه تاني مع صاني، فبيفهم ان صاحب المنجم كذب عليه ومش هيحرره ولا حاجه، وبيبدا القتال وبيضطر صاني وبادجي انهم يساعدوا بعض. ووسط الفوضى دي صاني بيقرر يستغل الفرصه، بياخد بادجي معاه وبيجروا بسرعه ناحيه مخرج من اللي كان راسمهم على الخريطه، وبعد ما خلصوا على شويه من الحراس بيقدروا انهم يخرجوا من المنجم فعلا. في نفس الليلة جوه المعبد بنشوف MK داخل مع المعلمة الأوضة شكلها غريب، وبيطلع إن الأوضة دي بينفذوا فيها طقوس خاصة بيهم. المعلمة بتخليه يغمى عليه بدخان نبتة معينة، واللي المفروض بتساعده يقابل قوته الظلامية في أي ذكرى جوه عقله، ومطلوب من MK إنه يوصل لطريقة معينة يقدر بيها إنه يسيطر عليها، وبكده يبقى يقدر يسيطر على قوته في العالم الحقيقي، وزي الرهبان يقدر يستخدمها وقت ما يحتاج من غير ما يجرح نفسه. بس لأن MK أول مرة يعمل الطقوس دي الموضوع بيبقى صعب، علشان كده ما بيقدرش يكمل وبيفوق تاني بسرعة، ولأنه فشل المعلمة بتقوله إنها مستحيل تسيبه يمشي قبل ما يسيطر على قوته. وجوه الغابة بنشوف مجموعة من الجنود داخلين لمخبأ قديم، وبيطلع ان المخبأ القديم المهجور ده هو المخبأ الجديد الخاص بكوين، واللي قدر انه يجمع فيه مجموعة كبيرة من الجنود ولقهم ليه، ودول بيدربهم وبيجهزهم علشان يرجع لمكانه تاني وسط البارونات. ولما بيدخل كوين يتكلم مع فيل بنفهم كل اللي حصل، وبيطلع ان فيل لما لقاته مصاب ليلتها عالجته، بما انها دكتورة ما قدرتش تسيبه يموت على الرغم من كل اللي هو عمله. وبنفهم من كلامهم برضو انهم لسه ما يعرفوش مصير صاني، وبنعرف ان فيل سمت ابنهم هنري زي ما هي وصاني كانوا متفقين. وفي مكان بعيد عن المناجم بنشوف صاني وهو بيحاول يكسر السلاسل، ولما بيعرف بادجي انه عاوز ينقذ مراته وابنه بيفكله السلاسل بكل سهولة، وكمان بيقول له انه هيساعده وهيعرفه الطريق للأراضي الوعرة بما انه كان شغال في التجارة وعارف الطريق لهناك. وبعد ما الأرملة جمعت جيشها من جديد بنعرف انها رجعت لمنطقتها. هناك بنشوف والدو اللي انضم لها بيتكلم معاها، وبيقول لها ان بسبب هجومها الاخير البارونات استدعوها للمحاكمة، وبيطلع انها كمان لسه بتسرق العبيد من عندهم، علشان كده والدو بيقول لها انهم غالبا هيحكموا عليها بالاعدام، مش بسبب هجومها الاخير، ده بسبب انها بتجمع العبيد عندها وبتخرب شغلهم. بس على الرغم من كده والدو بيقول لها تحضر الاجتماع وتحاول تقنع باقي البارونات بكلامها وانهم يقفوا معاها، وفي حالة انهم ما وافقوش يقتلوهم كلهم هناك مرة واحدة. واخيرا بيوصل صاني مع بادجي للسور واللي هو حدود الاراضي الوعرة، واللي ما بيبقوش عارفين مين اللي بناه وبناه ليه بالظبط، وده بسبب الحراسة اللي عليه بيبقى مستحيل تقريبا انهم يعدوا منه. لكن بادجي بيقول برضو انه يعرف اشخاص ممكن يعدوهم،
وبعد مشي كام ساعة بيوصلوا هما الاتنين لواحد من الجسور. هناك بيلاقوا قدامهم شخص واقف بسيف شكله غريب، وده مرة واحدة بيرمي السيف بمهارة عالية ما بينهم وبيقتل شخص كان ماشي وراهم. ومن كلام الشخص ده بنعرف انه من اقدم المقتصين واسمه مون، وده بيبقى عارف ان صاني وبادجي عليهم مكافأة لانهم هربوا من المناجم، واللي بيطاردوهم دول كلهم عاوزين يقتلوهم علشان ياخدوا المكافأة، لكن من غير سبب مون بيساعدهم وبيخلص على الاشخاص اللي بيطاردوهم. بعدها كمان بيعرض على صاني انه ياخدهم لمخبأه قبل ما يوصل جنود اكتر، وعلى الرغم ان صاني مش مطمن له الا انه بيضطر يوافق. وفي المخبأ عند كوين بنعرف ان فيل لسه مستمرة في علاجه، وعلشان يتأكدوا ان العلاج جايب نتيجة بتعمل له أشعة على دماغه، وعلى ما فيل تظهر النتيجة بيفضل كوين مع هنري، واللي واضح انه متعلق بيه جدا وبيعتبره زي ابنه. المشكلة بقى ان فيل بتلاقي الورم لسه زي ما هو في الأشعة، وطبعا هي عايزة كوين يفضل حاسس انه محتاجها لعلاجه بحيث ما يقتلهاش، علشان كده بتبدل الأشعة الأصلية بأشعة تانية واضح انه سليم فيها. ودي أول ما بيشوفها كوين بيفرح وبيقول انه حاسس فعلا بتحسن، وبكده بتنجح خطة فيل وبتقدر انها تكسب وقت اكتر لحد ما تشوفها تتصرف ازاي. ولما بيوصل صاني للمخبأ عند مون بيحلق وبيرجع شكله زي الاول، وبيتكلم مع مون وبيقول له انه عارف حكايته، عارف انه كان اقوى مقتص في الاراضي الوعرة، لكن بدون سبب مشي من الاراضي الوعرة ووقف اللي كان بيعمله. المفاجأة ان مون هو كمان بيبقى عارف صاني، وعارف انه اقوى مقتص حاليا في الاراضي الوعرة كلها، وتقريبا كده هو ده السبب الاساسي اللي خلاه يساعدهم. ولما بيبدأ مون تدريبه بتبان اوشامه اللي بتدل على قوته الحقيقية. تقريبا قوته ممكن تكون زي صاني او يمكن حتى اعلى منه، لان صاني عدد الاوشام اللي عنده حوالي 500 دلوقتي، اما مون عدد الاوشام على جسمه هم 999 علامة، حتى انه بعد ما ساب البارون ومشي من الاراضي الوعرة ما بقاش يسجل اللي هو بيقتلهم. بيقول انه مستني شخص مميز يستحق الوشم رقم 1000، او حتى الشخص اللي يكون اقوى منه ويقتله. ساعتها صاني بيشك انه يقصده وان ده سبب مساعدته ليهم من الاول. وفي واحدة من الليالي ام كي كالعادة بيبقى بيتسحب جوه المعبد، وبالصدفة بيشوف الرهبان بيخرجوا واحد من اللي كانوا بيتدربوا معاه من صندوق، وبيطلع ان المتدرب ده حاول يهرب من المكان وهم مسكوه. الصدمة انهم بيحطوه على جهاز شكله غريب، ومن كلامهم بنفهم ان الجهاز ده بيدخله في سبات للابد، معنى كده ان المتدرب اللي ما بيقدرش يتحكم في قوته بيخلصوا منه. تاني يوم بعد ما صاني سمع كلام مون بيصحي بادجي، وده بيقول له انهم لازم يهربوا من هنا حالا لانهم في خطر. لكن الصدمة انه هم خارجين من الباب بيلاقوا مون واقف قدامهم، وده من غير تفاهم بيهاجم صاني وبيجبره انه يهاجمه هو كمان. والاول مرة بنشوف صاني بيقاتل شخص تقريبا نفس مستواه، لكن في الاخر بيقدر صاني برضه انه يتغلب عليه، بس على الرغم من كده بيرفض انه يقتله وبيسيبه ويمشي. فبيتعصب مون وبياخد سلاحه هو علشان يقتله، لكن بادجي بيتدخل وبيلحقه في اخر لحظة وبيطير ايد مون. بعدها بياخد سيفه المميز ده كمان وبيسيبوه غرقان في دمه وبيمشوا. وبيجي وقت اجتماع البارونات وبنشوف الأرملة ووالدو داخلين لمنطقة رايدر، والأول مرة من بداية المسلسل بنشوف باقي البارونات السبعة، ودول الأرملة بتتكلم مع واحدة فيهم اسمها تشاو، بتحاول تقنعها بأفكارها وإنها تقف معاها في التصويت، لكن بسبب سرقة الأرملة للعبيد تشاو بترفض تماما. وبيجي والدو يتكلم مع الأرملة بعد ما اتكلم مع كل البارونات، بيقول لها إن البارون حسان وروهاز شايفين إن رايدر اتخطى الحدود، بس برضه مش هيقفوا معاها بسبب موضوع العبيد. اما البارون رودمر ولقوا الرايدر وهيقف معاه، معنى كده ان الارمله بنسبه كبيره هتخسر التصويت وهيحكموا عليها بالاعدام. وبيبدا الاجتماع وبيتكلم البارونات علشان يحددوا حكمهم، ودول بتقول لهم الارمله ان حقول البترول كانت بتاعتها في الاساس، وهي استردت حقها عادي من غير ما تطلب مساعدتهم. اما العبيد بتضطر تقول انها مش هتخطفهم تاني، وكمان مش هتسمح لاي عبد تبعهم انه يستخبى في الاراضي بتاعتها بعد كده. بس على الرغم من كل كلامها رايدر مش بيوافق، وبيقوم يقول لكل البارونات على خطتها اللي كانت ناوية تعملها وتسبب حرب ما بينهم، علشان كده بيقترح انهم يسحبوا منها اللقب ويحكموا عليها بالاعدام. وزي ما توقع والدو كلهم فعلا بيوافقوا على كلام رايدر. المفاجأة اننا بنشوف واحد من اللي شغالين عند رايدر بيقتل واحد من الحراس، بعدها بينزل يفتح نفق تحت الارض وبينادي على جنود اكتر، وبيطلع ان الجندي ده جاسوس تبع كوين، واللي كان عارف بالاجتماع وقرر يستغل الفرصة ويهاجم البارونات كلهم مرة واحدة. في الوقت ده جوه المخبأ عند كوين فيل بتقرر تستغل الفرصة، بما ان فاضل معاها واحد بس من حراس كوين الهروب هيبقى سهل،
وده من غير ما ياخد باله بتحط له مخدر في الميه، وبعد ثواني لما بيشرب الميه دي بيحس ان في حاجه غريبه، وعلى طول اول ما بيغمى عليه فيل بتروح تجيب ابنها علشان تهرب، بس للاسف لما بتوصل لباب المخبأ بتلاقيه مقفول تماما، فبتحط ابنها على الارض وبتحاول انها تكسر القفل، لكن فجأة الحارس بيفوق وبيجي من وراها وبيحاول يوقفها، فبتضربه فيل بما انه مش في وعيه قوي وبتاخد منه المفاتيح وبتحاول تفتح القفل، لكن برضه الحارس بيهاجمها وبيحاول يوقفها مرة تانية، والمرة دي بتقدر فيل انها تضربه وتخلص عليه. المشكلة انها لما بتيجي تفتح القفل بتلاقي المفتاح اتكسر جواه، وبكده تكون اتحبست وكمان سببت لنفسها مشكلة. وبنرجع تاني للبارونات وهم بيهددوا الأرملة بالقتل، وفجأة كل واحد فيهم بيخرج سلاحه وبيستعد للمجزرة اللي هتحصل، بس المفاجأة بالنسبة لهم إنهم بيلاقوا جنود حواليهم في كل مكان، والصدمة الأكبر لما بيلاقوا كوين داخل للمكان وبيعرفوا إن الجنود دي كلها تبعه. طبعا رايدر ما بيبقاش قادر يقف حتى من الرعب بسبب اللي هو عمله، لدرجة إنه بيسيب المكان كله وبيهرب من غير أي حرب. في اللحظة دي كوين بيدي أمر لجنوده بقتل كل اللي في المكان، وبيسيبهم هو وبيروح يطارد ابنه علشان ينتقم منه، وبتبدأ الفوضى وكل الجنود والبارونات بيقتلوا في بعض، وبتوصل تيلدا برضه للمكان حسب الخطة وبتساعد الأرملة ووالدو، وبتنتهي المجزرة دي بهروب البارونات اللي لسه فاضلين عايشين واللي منهم اتشاو، وبيوصل كوين لابنه اللي ما بيبقاش لحق انه يهرب، وعقابا ليه على خيانته كوين بيخلص عليه وبيسيبه مكانه ويمشي. في الناحية التانية بنشوف ساني وبادجي وهم بيقربوا من سور الأراضي الوعرة، واللي قبله بيبقى في منطقة عاملة زي سوق سودا. هناك بادجي بيقول لساني إنه يعرف شخص شغال هنا اسمه ناز، وده اللي المفروض هيساعدهم ويوفر لهم طريقة يعدوا بيها من السور. ولما بيوصلوا للناس ده بيلاقوه بقى حاكم المنطقة كلها، وزي ما بادجي قال بيطلع صاحبه ويعرفه فعلا، وفي مقابل إنه يساعدهم بيعرضوا عليه السيف اللي خدوه من مون، ولأن ناز عارف قصة السيف ده وعارف مين صاحبه بيوافق على طول. لا وقبل ما يمشوا كمان بيعزمهم على اكل وبيقعدوا يتكلموا، وبالصدفه بيقول لهم ناز ان الافضل انهم ما يرجعوش دلوقتي للاراضي الوعره، وبيعرفهم ان البارونات كلهم بيستعدوا حاليا للحرب اللي هتحصل، وده لان كوين ظهر في اجتماع ليهم وهاجمهم وقتل شويه منهم. طبعا ساني بيستغرب لانه المفروض قتل كوين بنفسه، فبيقول له ناز ان كل اللي يعرفه ان في دكتوره شاطره جدا معاه وهي اللي انقذته. ساعتها بيفهم ساني ان الدكتوره دي تبقى هي مراته فيل، وعند المعبد ام كي بيبقى لسه مستمر في تدريباته، لكن مع وقت رجوع المتدربين للمعبد ايفا بتلاحظ انه اختفى، وبيطلع ان ام كي قرر يهرب بعد اللي شاف الرهبان بيعملوه. وبعد قتل كوين لرايدر جيد بتستدعي ليديا، ودي بتعرفها ان جوزها كوين لسه عايش وكمان قتل ابنهم. غالبا جيد جايباها تتحالف معاها لان عدوهم دلوقتي واحد. كوين في الوقت ده بيبقى رجع للمخبأ وعرف اللي فيل عملته، علشان كده خلى واحد من حراسه يكتفها ويحقق معاها. وبيطلع كمان ان الحارس بتاعه ده اكتشف انها كانت بتكذب عليه، لانه بالصدفة لقى الاشعة اللي فيها الورم وهو بيدور في الأوضة. بس على الرغم من كده كوين بيبقى مديهم امر ان مفيش اي حد يقتلها، فبيهددها الحارس ده وبيقول لها ان دي اخر فرصة ليها علشان تبدأ علاج كوين بجد. وزي ما ناز وعد بادجي بيدلهم على طريق معين يدخلوا منه للأراضي الوعرة، لا وكمان بيديهم عربية يستخدموها بدل ما يمشوا لهناك. بس قبل ما يمشوا صاني بيتضايق لما بيشوف طريقة معاملته للعبيد اللي عنده، ولما بيطعن واحدة منهم قدام بنتها بيفتكر مراته وابنه، علشان كده بيطلب من ناز يسلمها له هي وبنتها وياخدهم معاه للأراضي الوعرة، لكن ناز بيرفض وبيهدده انه لو ممشيش حالا هيقتله. ساعتها صاني بيتعصب اكتر وبيبدأ يهاجمه هو ورجالته، ووسط الفوضى بادجي بياخد المصابة دي للعربية، بعدها بيخبط ناز على دماغه وبيخليه يغمى عليه، وعلى طول بياخد البنت ومفاتيح العربية علشان يهربوا، وبيرجع لصاني سيف مون علشان يدافع بيه عن نفسه. واخيرا بيركبوا العربية كلهم وبيتجهوا ناحية الأراضي الوعرة، وجوه الغابة بنشوف ليديا مع عدد كبير من جنود ابنها رايدر، وبيطلع انها اتحالفت مع جيد فعلا وجايين يهاجموا كوين في مخبأه. لكن فجأة اول ما بيدخل الجنود للمكان بيحصل انفجار كبير جدا، وبيطلع ان ده مش مخبأ كوين الاساسي ومجرد بيستخدمه كفخ، وبسبب صوت الانفجار كوين بيستدعي جنوده علشان يخرجوا على بره. بس لما بيجي يبص على فيل وابنها هنري بيلاقيهم اختفوا، وبيطلع ان فيل استغلت الانفجار والفوضى دي وقدرت تهرب المرة دي. وبعد ما الجنود اللي مع ليديا كلهم اتدمروا بيجي كوين ورجالته يخلصوا على اللي لسه عايش، لكن لما بيجي كوين عند ليديا بيقرر ما يقتلهاش. اما صاني واللي معاه بيبقوا وصلوا المكان قبل الأراضي الوعرة.
هناك بيلاقوا دكتور عجوز بيطلبوا منه يعالج المصابة اللي معاهم، وبما انهم وصلوها هي وبنتها لمكان امان بيستريحوا علشان يكملوا طريقهم. وجوه منطقة الأرملة بيبقى لسه بيجيلهم عربيات من العبيد الهربانين، وبالصدفة بيطلع ان فيل ركبت في واحدة من العربيات لهنا، ودي لما بتشوفها تيلدا بتتعرف عليها. بما انها كانت بتساعد ام كي بتقرر تساعدها هي كمان، ولما بتسألها عن صاني وام كي بتقول لها فيل انها ما تعرفش اي حاجة عنهم. ولما تيلدا بتعرف انها هربانة من كوين بتاخدها علشان تتكلم مع والدو والأرملة، ودول الاتنين بيوعدوها بالحماية وانهم هيحافظوا على هنري، حتى ان تيلدا بتعرض عليها تساعدها وتدور لها على صاني، بس في المقابل بتطلب منها تعرفها مكان مخبأ كوين بالظبط. فبتوافق فيل لان ده افضل حل بالنسبة لها حاليا. في نفس الوقت ام كي بيبقى لسه مكمل هروب وبياكل اي حاجه من الغابه، لكن فجاه بيجي شخص من وراه يمسكه ويهاجمه. الغريبه ان على الرغم من ان ام كي اتجرح الا ان قوته ما بتسيطرش عليه، واضح ان دخوله لذكرياته كتير مع المعلمه اثر على قوته. ولحسن حظه ان ايفا بتوصل في اخر لحظه وبتخلص على الشخص ده قبل ما يقتله، وبيطلع انها تتبعت ام كي علشان تساعده وتحذره، ودي بتقول له انهم لازم يتحركوا حالا لان الرهبان معاهم آلة بتتتبع اي حد عنده قوه ظلاميه. وفي المكان اللي فيه صاني وبادجي بيلاحظ بادجي وصول عربية للمكان، فبيدخل يحذر صاني وهو مرعوب وبيقول له انهم لازم يهربوا من هنا حالا. وبيطلع ان العربية دي فيها 3 من الرهبان مع الأجهزة بتاعتهم. الغريب ان الآلة بتبقى بتدل ان في واحد من اللي عندهم قوة ظلامية قريب منهم. الأغرب انهم لما بيدخلوا يدوروا في المكان العلامة بتختفي فجأة، وبعد ما بيمشوا بنشوف بادجي وهو بيخرج من تحت المية. معنى كده ان بادجي كان مستخبي لان عنده قوة ظلامية، واكيد قدام هنعرف تفاصيل اكتر عنه وعن قوته. ولان صاني شافه وهو بيستخبى بيخرج يتكلم معاه وبيسأله هم مين دول وليه كان بيستخبى منهم، فبيكذب بادجي وبيقوله انهم مجرد رهبان عنده مشاكل معاهم. طبعا صاني بيبقى عاوز يعرف عنهم اكتر لان هم اللي خطفوا ام كي، وبما انه شافهم بيقول انه لازم ينقذ ام كي قبل ما يعدي من السور، لكن بادجي بيرفض وبيقول له انه مستحيل يقرب منهم تاني. ساعتها صاني بياخد منه مفاتيح العربية وكل واحد منهم بيروح في طريقه. وفي المخبأ عند كوين حد بيضرب سهم جنب حراسه في رسالة من الأرملة، فبياخدوا الرسالة لكوين واللي بيبقى فيها الأرملة طالبة انها تقابله. وبعد ما هرب ام كي وايفا من الغابة بنشوفهم مستخبيين جوا بيت مهجور، ومن كلام ام كي بيطلع عارف السبب اللي خلى قوته تختفي، والسبب ده هو انه لما دخل لواحدة من ذكرياته شاف امه واكتشف ان هو اللي قتلها لما اتجرح بالغلط وسيطرت عليه قوته. في نفس الليلة كوين بيروح يقابل الأرملة في منطقتها زي ما طلبت، وعلى عكس المتوقع الأرملة بتعرض عليه التحالف، بما ان البارونات كلهم صوتوا ضدها بتبقى عاوزة تقتلهم، وبتقول له انهم بعد ما يخلصوا عليهم ممكن يقسموا الأراضي ما بينهم، او حتى لو حابب ممكن يكملوا حرب ويحاولوا انهم يقتلوا بعض. فبيوافق كوين لكن بيطلب منها انه يتكلم معاها على انفراد. وبعد ما كل الحراس مشيوا بيقول لها انه عاوز فيل وهنري، بما انها عرفت مكان مخبأه بيبقى متأكد ان فيل هي اللي عرفتها. طبعا انها تسلمه فيل ده بيبقى ضد مبادئها اللي بتقولها لكل الجنود اللي عندها، لكن كوين بيقول ان الشرط ده اساسي علشان يتحالفوا، وبيديها مهلة تفكر وبيسيب المكان ويمشي. وللأسف بيوصل الرهبان بسبب الآلة اللي معاهم لام كي وإيفا. المفاجأة ان صاني هو كمان بيوصل لام كي قبلهم، وبيطلع انه فضل ماشي ورا الرهبان لحد ما وصل لهنا، بس قبل ما يهربوا من المكان بيشوفهم الرهبان وبيبدأوا يهاجموهم، وزي المرة اللي فاتت ال3 رهبان بيحاصروهم وبيفعلوا قوتهم. ساعتها الموضوع بيبقى صعب او مستحيل جدا بالنسبة لهم، وللأسف الرهبان بيتجمعوا على إيفا وبيقدروا انهم يخلصوا عليها، لكن قبل ما تموت بتقدر انها تستغل قوتها وتخلص على واحدة منهم. ومرة واحدة بيدخل بادجي بالعربية للمكان، بعد ما كان رافض انه يقابل الرهبان بيقرر انه يساعد صاني. المفاجأة بقى اننا بنفهم من كلامه انه كان واحد من الرهبان دول من زمان جدا، وده بيبدأ يهاجم القائد بتاعهم وبتظهر قوته الحقيقية، وبمجرد لمسات من صوابعه بيقدر انه يشله. ساعتها صاني بيستغل الفرصة دي وبيخلص عليه تماما، لكن برضه الراهب ده قبل ما يموت بيعمل حركات غريبة على صاني. وجوه منطقة الأرملة بنشوفها بتتكلم مع فيل، ودي بتعتذر لها وبتقول انها كانت مضطرة توافق على التحالف، وبيطلع انها وافقت على شرط كوين وهتسلمه فيل وهنري زي ما هو عايز.
وبنرجع لصاني بعد ما قدروا انهم يخلصوا على ال3 رهبان، لكن فجأة وهو بيتكلم مع ام كي بيتعب وبيقع على الارض مغمى عليه. غالبا الحركات اللي عملها الراهب قبل ما يموت هي السبب، وعلى الرغم من محاولات ام كي وبادجي انهم يفوقوه الا انه بيفضل زي ما هو. وبالصدفة بيلاحظ بادجي 5 علامات على صدره، ساعتها بيفهم ان قائد الرهبان هو السبب، وبيقول لام كي انه استخدم عليه تقنية اسمها ال5 سموم، وسبب تسميتها بالاسم ده لانها مميتة وبتشتغل زي السم. كل علامة فيهم بتأثر على جزء معين من الجسم وبتدمره، والمشكلة انه بيقول ان صاني قدامه اقل من 24 ساعة قبل ما يموت. فبيتكلم ام كي مع بادجي وبيقول انهم لازم ينقذوه، وبما ان الرهبان هم اللي عملوا فيه كده فاكيد عندهم الحل. وبيقول ان في اوضة المعلمة اللي كان بيدخلها كان في مخطوطات كتير جدا، فممكن في اي مخطوطة منهم يلاقوا حل ويقدروا انهم ينقذوه. وعلى الرغم من خطورة الخطة دي الا ان ما بيبقاش في حل تاني قدامهم، علشان كده بادجي بيوافق وعلى طول بينقلوا صاني للعربية. وخلال ما هم في الطريق ام كي بيسأل بادجي عن حياته قبل كده وايه السبب اللي خلاه يهرب من الدير، فبيقول له بادجي انه ساب الدير بسبب بنته صغيرة كان بيدربها، بنت على الرغم من حجمها الصغير الا انها كانت قوية جدا، وللأسف حصل حاجة في مهمة ليهم وهم بينقذوا العبيد خلتها تتعصب، وقبل ما يلحق انه يهديها بتجرح نفسها وبتعمل مجزرة، قتلت كل العبيد وقطاع الطرق ما سابتش اي حد. علشان كده بعد ما رجعوا للدير المعلمة استخدمت الجهاز عليها وخلتها تنام للأبد، زي ما ام كي شاف الرهبان بيعملوا في واحد من اصحابه. واخيرا بعد كام ساعة بيوصلوا هما الاتنين للدير. هناك بادجي بيقول ان في مدخل سري قديم ممكن يدخلوا منه، وفعلا بينجحوا انهم يدخلوا للدير ويوصلوا لأوضة المعلمة. وفي الأوضة دي بادجي بالصدفة بيشوف البوصلة اللي عليها علامة أزرق، اما ام كي بيلاقي شنطة جواها شوية إبر، فبيقول له بادجي ان الإبر دي هي اللي هتنقذ صاني. وبعد ما لقى مخطوطة ازاي يستخدموها بيجهزوا علشان يخرجوا تاني، وبنلاحظ انه وهم خارجين البوصلة مش في مكانها، معنى كده ان بادجي اخدها ولسه مخبي حاجة ما نعرفهاش. وبعد ما خرجوا من الدير بادجي بيبدأ يستخدم الإبر على صاني، ومع استخدامه لآخر إبرة بيفوق صاني أخيرا بعد ما كان على وشك انه يموت. وبعد ما انقذوه بيرجعوه للعربية علشان يرتاح شوية. وخلال الوقت ده ام كي بيتكلم مع بادجي وبيشكره انه ساعده، وبما انه لاحظ اهتمامه بالمتدربة اللي كانت عنده بيكمل كلام عنها. ومن كلام بادجي بيطلع انه حررها اصلا، استخدم تقنية معينة ضحى فيها بقوته وخلاها تصحى تاني، بس لما صحيت كانت قوتها هي كمان اختفت تماما، علشان كده قرر يهرب من الدير وعرف ان هي كمان قدرت تهرب. وبعد تحالف الأرملة وكوين بيبدأوا هجومهم على باقي البارونات، وأول واحد بيبدأوا بيه هو البارون حسان، وده بتقدر الأرملة بعد ما خلصت على كل حراسه إنها تخلص عليه هو كمان. واخيرا بعد معاناه بيوصل صاني مع ام كي وبادجي للسور. هناك بادجي كعادته بيحاول يوفر لهم طريقه يعدوا بيها، وفعلا بينجح في كده بعد ما دفع رشوه لواحده مسيطره على المنطقه، وعلى طول بيركبوا هم ال3 اتوبيس بيعدي من واحد من انفاق السور. لكن للاسف الموضوع مش بيكمل برضه، لان فجاه بيطلع عليهم جنود يوقفوهم تبع البارونه اللي اسمها تشاو، وبيطلع ان اللي بادجي دفع لها الرشوه شغاله معاهم. بتسلم الركاب دول كعبيد وبتاخد مقابل على كل واحد فيهم، ولان صاني واللي معاه رافضين يخرجوا بيبدا الجنود يهاجموهم، وبسبب اعداد الجنود الكبيره بيضطر صاني واللي معاه انهم يستسلموا. وفي المخبأ عند كوين بنشوف الارمله داخله تقابله، هناك هما الاتنين بيوروا بعض ادله على قتلهم للبارونات، وخلال ما هما بيتكلموا تلدا بتتصدم لما بتشوف فين في المخبأ مع ليديا. وبنرجع لصاني واللي معاه بعد ما دخلوا فعلا للاراضي الوعره زي ما هم عاوزين، هم اي نعم جوه الاراضي الوعره بس جوه سجون تشاو. هناك صاني بينادى على واحد من الحراس وبيقول له انه عاوز يقابل البارونه بتاعته، وعلشان يخلي تشاو توافق انها تقابله بيوريه الاوشام اللي على جسمه. ساعتها فعلا بيخرجوه من الزنزانه وبيودوه يقابل تشاو. هناك قبل ما يقابلها صاني بيسرق دبوس من مكتبتها، ولما بتيجي تشاو تقابله بتعرف انه كان المقتص الخاص بكوين. وبما ان صاني عارف ان في حرب حاليا بيقول لها ان عنده عرض، والعرض ده هو انه يساعدها تقضي على الارمله وكوين، ده في مقابل انها تحرره هو والمتدرب الخاص بيه. فبتوافق تشاو وبيرجع صاني للحبس معاها شخصيا. هناك بيحرر ام كي وبياخده معاه زي ما اتفقوا، اما بادجي بيرمي له الدبوس اللي هو سرقه في جيبه من غير ما حد يلاحظ،
حتى ان بادجي نفسه ما بيلاحظش وبيفكر ان صاني اتخلى عنه، لكن بالصدفة وهو بيتكلم مع نفسه بعد ما صاني مشي بيلاقي الدبوس، فبيفهم ان صاني ما تخلاش عنه وهو اللي سابهوله علشان يهرب. وبالفعل بيقدر بادجي بمهارته يستخدمه ويحرر نفسه، وخلال دقايق بيكون خارج لبره وسارق موتوسيكل. ولما بيشوف صاني وام كي في عربية بيتتبعهم للمكان اللي هم رايحين له، وبعد شوية بتوصل لعربيات لواحد من مخازن تشاو. هناك فجأة بتظهر الأرملة ومعاها تلدا والبنات وبيبدأوا يهاجموهم، لكن صاني بيجي من ورا الأرملة وبيبقى على وشك انه يقتلها، فبتقول له الأرملة انه لو قتلها مستحيل يعرف مكان مراته وابنه، وبتعرض عليه انه لو وقف معاها هتوصله ليهم وتساعده. طبعا صاني بيوافق على طول وبيساعدها انها تخلص من جنود تشاو، وبيوصل بادجي برضه للمكان لكنه بيرفض انه يتدخل. وبعد ما قتلوا كل الجنود الأرملة بتقول لصاني ان فيل عند كوين، فبيخرج صاني معاها علشان تعرفوا مكانهم بالظبط. وخلال ثواني بعد اللي حصل بيوصل خبر ظهور صاني في الأراضي الوعرة لمخبأ كوين. طبعا ليديا بتفرح لان هو الوحيد اللي يقدر يغير الامور حاليا، وعلشان تطمن فيل بتروح تعرفها الخبر هي كمان. وبنشوف صاني رجع مع الأرملة لمنطقتها، هناك بتعرفوا بمكان مخبأ كوين بالظبط في الغابة، وبيحطوا خطة هما الاتنين علشان يهاجموه ويقضوا عليه للأبد. بس لأن صاني عارف إنها مهتمة بإم كي بيقول لها إنه خلاص مش هتقدر تستفيد منه، وبيعرفها إنه فقد قوته وما بقتش تسيطر عليه نهائي. بيقول لها كده بحيث تفقد اهتمامها بيه وما تحاولش تستغله. وفجأة قدام بيت الأرملة بيظهر واحد من جنود كوين وبيمسك رهينة، فبتجري الأرملة على بره تشوف اللي بيحصل وبيحاصروا جنودها، لكن مرة واحدة من غير سبب الجندي ده بيقتل الرهينة، وبيقول إنه جاي لهنا برسالة مخصوص من كوين لصاني، بيقول له إن تحالفه مع الأرملة مش هيجيب له غير الموت ليه هو ومراته وابنه. لا وبيعرفوا كمان إن الأرملة اللي هو متحالف معاها دي هي اللي سلمت فيل أصلا لكوين، ومجرد بتستغله دلوقتي علشان تسيطر على الأراضي الوعرة. وقبل ما يقول أي حاجة تانية الأرملة بتضربه بواحد من أسلحتها، لكن بيطلع إن الجندي ده مفخخ نفسه، وبناء على أوامر كوين بيفجر المكان بكل الجنود اللي حواليه. ولأن الأرملة عارفة إن صاني هيتقلب ضدها بتحاول تخلص منه، لكن صاني بيقدر يهرب منها وبيخرج على بره. في اللحظة دي بيوصل بادجي وبيساعده، ولأن صاني لازم يتحرك بيطلب منه يدور على ام كي ويحميه، وبيتفق مع انهم يتقابلوا في مكان معين بعد ما كل واحد يخلص مهمته. وزي ما صاني طلب من بادجي بيدور على ام كي وبيلاقيه وبيتكلم معاه، بس الغريبة انه بيقول له ان صاني طلب منهم يسرقوا كتاب أزرق قبل ما يمشوا. الاغرب اننا بنفهم من كلامه ان المتدربة بتاعته اللي كان بيتكلم عنها بتطلع هي الأرملة، وبيعرف ام كي انه سرق البوصلة من الدير، وبيقول له ان البوصلة والكتاب بيشتغلوا مع بعض والمفروض انهم يدلهم على أزرق، فبيوافق ام كي انه يساعده وبيقول له انه يعرف مكان الكتاب. المشكلة ان واحدة من بنات الأرملة بتبقى في المكان وسمعت كل كلامهم، علشان كده لما بيروحوا يدوروا على الكتاب بيلاقوا الأرملة مستنياهم، ودي بتحاصرهم بجنودها وبتقبض عليهم هما الاتنين. وبسبب اللي حصل ده تلدا بتيجي وهي متعصبة تتكلم مع الأرملة، بتقول لها انها سكتت على اللي حصل مع فيل على الرغم انه غلط، لكن حبسها الام كي علشان تستغله مش هتسمح لها انه يعدي، وعلى طول بتبدا تهاجمها فعلا لانها ما بقتش تثق فيها. بس للاسف قوه الارمله بتبقى اعلى من قوتها بمراحل، ودي بتقدر في الاخر انها تتغلب على تيلدا وبتخليها يغمى عليها. صاني في الوقت ده بيبقى وصل لحصن كوين القديم واللي بيبقى فاضي تماما وجيد هربت منه. هناك بيجهز نفسه وبياخد الموتوسيكل وبيتجه على مخبأ كوين، اما كوين بيبقى بيجهز جيشه ومستنيه يوصل. وده بيقطع كلامه مع الجنود ليديا، بتقول لهم ان القائد بتاعهم مرضه خلاه ما بقاش قادر يفكر، ومصيرهم كلهم هيبقى الموت لو ما سابوش المكان وهربوا حالا. لكن كوين بيبقى مدرب جنوده كويس ولاهم بالكامل بيبقى ليه، وبسبب كلامها ده كوين بيقرر ان دي تكون نهايتها. بيأمر 2 من الجنود ياخدوها للغابة علشان يقتلوها، وبالفعل جنوده بيخلوا ليديا تحفر قبرها بنفسها، لكن لحسن حظها ان صاني بيوصل في الوقت المناسب، وده قبل ما الجندي يقتلها بيخلص عليه هو بكل سهولة. بعدها بيتكلم مع ليديا وبيعرف كل حاجة عن مخبأ كوين، وبيعرف منها ان فيل سمت ابنهم هنري زي ما كانوا متفقين، فبيديها صاني خنجر علشان تحمي نفسها وهي خارجة من الغابة، وهو بيكمل طريقه للمخبأ علشان ينقذ عيلته. وفي الحبس عند الأرملة بنشوف تيلدا وبادجي محبوسين جنب بعض، وفجأة بيدخل عليهم واحدة اسمها أوديسا صاحبة تيلدا، نفس اللي سمعت كلام بادجي وام كي وبلغت عنهم، علشان كده بتبقى جاية تصلح غلطتها وبتحرر تيلدا وبادجي، وبتعرفهم ان ام كي دلوقتي مع الأرملة بتحاول تأثر عليه. فبيقول بادجي انهم حتى لو خرجوا من هنا مش هيقدروا يوقفوها، وان الوحيد اللي يقدر يوقف الأرملة هو صاني، فبتحرروا تيلدا علشان يروح يساعدوا ويرجعوا تاني هما الاتنين لهنا.
وبنرجع لصاني اللي بيبقى وصل اخيرا لمخبأ كوين. هناك بيتصدم لما بيلاقي كوين واقف وشايل ابنه هنري، وعلشان كوين يوقفه بيبقى عامل له فخ، بيفجر مجموعة متفجرات جنبه وبيخلي المكان ينهار فوقه. ولان كوين فاكره مات بيسيبه وبيدخل تاني للمخبأ، لكن بادجي بيوصل بعدها بدقايق وبيخرج صاني عايش من تحت الاحجار، واللي بيبقى مجرد مصاب بشوية كدمات. وبيعرفوا بادجي انه ما قدرش يهرب MK وجاي يساعده علشان ينقذ عيلته ويرجعوا ينقذوه بعدها. فبيدخلوا للمخبأ هما الاتنين وبيبدأوا يخلصوا على رجالة كوين واحد ورا التاني. واخيرا بيوصل لفيل اللي بتبقى محبوسة جوه اوضة، ودول لما بيظهر حارس وراهم بيجي بادجي يضربه، وبيقول لصاني ياخد فيل ويروح يدور على ابنه، اما هو بيفضل مع قائد الحرس، وده بيقدر بالفعل يضربه ويخلص عليه. لكن للاسف بادجي بيتصاب من غير ما ياخد باله اصابة خطيرة في جنبه، فبيقعد على كرسي في المكان وواضح كده انه بيموت. في اللحظة دي صاني بيكون وصل لكوين وابنه، وبيطلع ان كوين اتجنن ومفخخ المكان بالكامل، ولانه مش هيقدر يهرب بيفجر المكان كله. لكن لحسن الحظ ان مفيش حد فيهم بيتصاب. ساعتها بيبدأ صاني يهاجم كوين وبيحاول يقتله، فبتستغل فيل الفرصة دي وبتروح تاخد ابنها. وعلى الرغم من مرض كوين الا ان قوته بتبقى رهيبة برضه، بيقدر يطعن صاني وبيضربه وكمان بيوقف فيل قبل ما تهرب. لكن صاني في اخر لحظة بيفوق وبيرشق في سيف مون، وبيقوم يكمل قتال معاه لحد ما بيطعنه مرة تانية. وبما ان صاني فاكره خلاص مات بيروح لفيل وبيشوف ابنه لأول مرة. وقبل ما يخرجوا من المكان صاني بيروح يدور على بادجي، بس اللي مش مفهوم انه بيلاقيه اختفى تماما. فبيفكروا صاني هرب وبياخد فيل وابنه علشان يخرجوا. لكن الكارثة ان كوين بيبقى لسه عايش وبيقوم يمسك فيل وبيهدد صاني وبيقول له اما ياخد فيل او ياخد هنري. ساعتها فيل هي اللي بتطعن نفسها بحيث تخلص على كوين هو كمان، وللاسف بتموت فيل وبتضحي بنفسها علشان تنقذهم. فبيودعها صاني وبياخدها يدفنها في الغابة. المفاجأة اننا بنشوف بادجي لسه عايش وداخل لمكان غريب على حدود الاراضي الوعرة. هناك بنلاقيه بيخرج البوصلة والكتاب من معاه، وبيشغل شوية اجهزة حواليه زي ما يكون بيحاول يتواصل مع حد. وقبل ما يغمى عليه بادجي بيفضل يكرر كلمة أزرا، وللأسف دي بتكون نهاية الموسم الأول والتاني. وأكيد في الموسم التالت هنفهم أكتر عن الوطن اللي اسمه أزرا، وهنعرف إيه اللي بادجي كان بيحاول يعمله بالظبط. وهنشوف برضه صاني هيتصرف إزاي مع الأرملة بما إنها كانت سبب أساسي في موت مراته. فلو حابين نكمل الموسم الثالث ونعرف اللي هيحصل في الأراضي الوعرة سيبولنا رأيكم في التعليقات. وبس كده، دي كانت نهاية فيديو النهاردة. ما تنسوش تسيبولنا لايك ويا رب يكون عجبكم. وكالعادة كان معاكم شعيب، سلام.